رسميًا حسب سانتو أوليس يريد الانتقال لريال مدريد، وأوليس قال لك يا سيدي أن يراه على أن ريال مدريد هو النادي الوحيد المناسب لتطوره، وبايرن ميونخ يعني يرد على موقف ريال مدريد، قال لك يا سيدي نحن لن نبيع اللاعب، لكنهم بدأوا بالفعل في التواصل مع اللاعبين لتعويض أوليسي، لأن أوليسي هو الذي لا يريد استمرار مع بايرن ميونخ. حسب نفس الصحفي فإن تم إبلاغ ريال مدريد بأن مايكل أوليسي يرغب في الانضمام إلى النادي فورًا، وريال مدريد يستعد لتقديم عرض تاريخي من أجل اللاعب أوليسي، حيث يعني المبلغ يتجاوز 200 مليون يورو. وبعض الصحافة يقول يعني بعض الصحفيين الإسبان وجرائد المعروفة في إسبانيا وألمانيا وكذلك إنجلترا كيقول لك المبلغ تقريبا 220 مليون يورو، سيكون تقريبا مبلغ خيالي، مبلغ يعني قياسي بالنسبة لريال مدريد، وسيكون أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد. وبهذا قال لك سانتي فإن بايرن ميونخ يعني يرى أن بديل أوليسي هو باردي باركولا، يعني هو البديل يعني الواحد لأوليسي، لأن تقريبا نفس الستايل، واخا هذا كيلعب يعني جناح بزاف، ولكن يعني ما عجبرش حسن من باركولا لتعويض أوليسي. بعض الأحيان يعني كيقول لك بأن بايرن ميونخ يظهر موقف قوي في العلن ويؤكد على أن أوليسي ليس للبعث، يعني فإن المناقشات الداخلية داخل النادي تشير إلى أن الأمور مختلفة تماما. اللاعب يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، يعني أوليسي يريد ريال مدريد فقط، وبايرن ميونخ لا يريد بيعه، لأن النجم الأول حاليا في بايرن ميونخ هو هاري كين. وكيقولوا على أن سبب يعني أوليسي يعني الذي يرفض التجديد مع بايرن ميونخ ويريد الرحيل عن بايرن ميونخ هو مبابي. مبابي يعني كيحاول جميع المحاولات معاه باش انه يجروا معاه لريال مدريد للموسم الجديد يكون مع ريال مدريد. وتخيلوا معايا هذه التشكيله الرسميه لريال مدريد اذا تمت بالفعل. كوناتي رسميا لريال مدريد، عندك اوديغارد، عندك كورتوا، كوكوريلا ربح كبير لريال مدريد، دومفريس اسطوره صراحه، رودري يريدون رودري ايضا، وقال لك رودري يعني اعطى موافقته لريال مدريد في الرحيل، لكن ريال مدريد الان بقي في الشك، والطامه الكبرى ان هذا اللاعب هذا تشواميني. تخيلوا معي بعض الصحفيين كيقول لك باللي ان ريال مدريد رفضت رودري وجددت مع اوليس مع تشواميني عفوا، صدق او لا تصدق. المهم كذلك برناردو جاء من سيتي، عندك بيلينغهام، فينيسيوس على الجهه اليسار، اوليس على الجهه اليمين، راس حربة امبابي. صدق او لا تصدق، تخيل معي ريال مدريد بهذه التشكيله، يعني فارق الاحلام. جينا نقارنوهم مع تشكيله الموسم يعني الفائت، عندك فينيسيوس، مبابي، رودريغو رسميا خارج ريال مدريد، فالفيردي، مع التشكيله ما عرفتش كيفاش يعملوا له، رغم ان اذا ما كانش رودري فاكيد فالفيردي هو اللي حيكون في الوسط. عندك بيلينغهام، تشواميني والله لا احب هذا اللاعب، لا اطيقه. عندك ميندي خارج افكار المدرب الجديد ريال مدريد، عندك ميليتاو كذلك، كارفاخال اعتزل رسميا، كورتوا. كاين فرق كبير بين التشكيله الجديده والتشكيله القديمه. نتمنى ان يفعلوا شيء خصوصا مع برشلونه، لان الموسم القادم فرعتنا.